لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ولا أي شيء زيادة غير إن الأهلي بطل. الأهلي بطل. السوبر ال16 للأهلي المصري، السوبر المصري ال16 على حساب الزمالك. مباراة ولا أروع من زيزو، انتقاما لكل اللي كان بيحصل له في الماتشات اللي فاتت، خاصة ماتشات الزمالك، من تهجم وسب وقصف وشتايم، ومفيش حد بيحاسب، لكن جمهور الاهلي بس اللي بيتحاسب. زيزو رد النهارده على كل الزملكاويه اللي كانوا بيهاجموه وبيشتموه في الملعب. اسيست اول من كوره، يعني كوره سحريه، كوره سحريه بامانه لبن شرقي. وغريبه ان بن شرقي حطها كده، بصراحه انا كنت قلت اقسم بالله ان الكوره دي هتضيع. هدف اول قدام الزملكاويه، وبيحتفلوا قدام الزملكاويه، زيزو وبن شرقي قدام الزملكاويه. الهدف الثاني الحسنه الوحيده لطاهر محمد طاهر في الماتش، وفي الماتش اللي فات وفي الماتش اللي قبله. الحسنه الوحيده لطاهر محمد طاهر النهارده الاوفر اللي عمله مروان، ومروان اخيرا النحس بتاعه بيتفك وبيدخل هدف للاهلي. اخيرا النحس بتاع مروان بيتفك وبيتسجل هدف للاهلي. 2-0 بثنائيه جميله جدا. كان الشناوي هيعجنها بالكره اللي بدلع طالع عليها، يعني الكره هو طالع لها بدلع قوي قوي. كره سهله جدا تتمسك او سهله جدا تتشتت، لكن هو طالع بدلع قوي عشان خاطر تخش الكوره. بس هاند بول، وهي هاند بول ومحدش يقدر يقول ان هي مش هاند بول. السوبر ال16 للاهلي، والسابع على حساب الزمالك، والخامس على التوالي، والخامس في الامارات. كل دي ارقام للاهلاويه، كل دي ارقام للاهلاويه. اول سوبر لبن شرقي وبيسجل فيه زي ما عملها قبل كده مؤمن زكريا، وزي ما عملها قبل كده معتز اينو، وزي ما عملها كهربا في اول سوبر له برضه مع الاهلي. مع الاهلي النهارده فرحه واول بطوله، ودي اهم حاجه طبعا، اول بطوله للمدرب الدنماركي تروب، اول بطوله له. دي طبعا حاجه كويسه وحاجه حلوه قوي للعيبه والجهاز الفني. كل الهبل اللي عملوه في الدوري والثلاث ماتشات اللي فاتوا، الماتشين بتوع بطوله السوبر قدام سيراميكا وقدام الزمالك، يعرفكوا يعني ايه معنى تيشرت النادي الاهلي، يعني ايه معنى انك بتلعب في النادي الاهلي، يعني ايه معنى فانيله النادي الاهلي. في توقف جاي، ومفيش احسن من كده للمدرب علشان خاطر يتعرف زياده عن اللعيبه، وعلشان خاطر يحط اللمسات الاخيره للعيبه. انا اعتقد ان احسن ان مان اوف ذا ماتش النهارده المفروض ياخدها زيزو، بصرف النظر عن ان هو ما سجلش، بس انا اعتقد ان زيزو النهارده هو مان اوف ذا ماتش. ما اعتقدش ان ممكن حد ياخدها غيره. في لقطه كده، يعني ايه لقطه كيديه زي ما بيقولوا، دي انا خدت بالي منها. اخر كوره للتدخل بتاع سيف الجزيري على زيزو لما وقع في الارض وهو قاعد بيتكلم معاه وقاعد بيظبط في شعره. لقطه كيديه، بس بصراحه انا لو مكانه هعمل اكتر من كده. اقسم بالله انا لو مكانه هعمل اكتر من كده. وجود كل اللعيبه اللي مش موجوده في تشكيله النادي الاهلي وخارج التشكيله، على راسهم مروان وعلى راسهم حمزه علاء، اسف، على راسهم امام عاشور وحمزه علاء موجودين مع الاهلي بيحتفلوا. حسين الشحات في الملعب موجود معاهم. فرحه بامانه. انا فرحان عشان خاطر زيزو النهارده، اقسم بالله البطوله ديت انا عشان خاطر زيزو فقط لا غير، عشان خاطر كل اللي كان بيتريق عليه. وانا زي ما بقول النهارده المفروض هو مان اوف ذا ماتش. اسوأ ما في المباراه كوكا ومحمد هاني في رايي مفيش اللعب السريع بتاعهم. يعني انت يا كوكا كنت عامل ماتش الاولاني بتاع الدور الاولاني بتاع الاسبوع التاسع في الزمالك احسن من النهارده بكتير، بكتير قوي يا كوكا. النهارده لا،
النهارده متسرع وعصبي وفي حاجات غريبه كده. بس انا فرحان بالبطوله 16 سوبر 16، واول بطوله لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وفي وجود سيد عبد الحفيظ. وبجد بجد انا مش لاقي كلام اقوله النهارده بخصوص الماتش دوت، غير اللي هي الاحصاءات اللي اتقالت في المباراه والكلام اللي انا قلته، الارقام الجديده اللي انا قلتها. البطوله رقم 155 او 156 في تاريخ الاهلي، والبطوله ال100 محليا للاهلي النهارده. السوبر دوت يبقى كده البطوله المحليه رقم 100 للاهلي. الف مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان، ولا عزاء للزملكاويه اللي كانوا عايزين الاهلي يجي لهم عشان خاطر غلبوا بيراميدز بضربات الجزاء. الاهلي جالكم، خبوا عيالكم وخلوا بالكم من اللي جالكم. تصبحوا على خير.